السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. بزاف منكم سمعتوا على الدعم المباشر المخصص للسكن، وبزاف من المغاربه فرحوا بهذا الدعم ونشطوا وقالوا واخيرا غادي نشريو الدار ديالنا بلا ريبه بلا مشاكل، وفي نفس الوقت غادي نحيدوا من الهموم ديال الكرا اللي كيدي لينا نصف الصالير ديالنا. واغلبيه ديال الناس قالوا الله 10 المليون راه ماشي سهله باش تعطيها لك الدوله. انت غادي يبقى لك واحد 15 المليون، يعني الا كنتي باغي تشري دار ديال 25 مليون غادي تدبر في ديك 15 المليون، وهاد الدوله غتعطيك 10 المليون وانت تخشيتي في دار وانت مستور والله على راحه. ولكن راه كاينين بزاف ديال المعلومات اللي ما كيعرفوهمش المغاربه على هذا الدعم للسكن، وكاينين بزاف ديال الشروط باش تمشي توجد الدوسي ديالك. وفي هذا الفيديو غادي نشرح لكم بزاف ديال النقاط اللي غيمكن لكم تستافدوا منها وما تمشيوش تجمعوا الدوسي وفي الاخر غادي تلقاو راسكم ان الدوسي ديالكم مرفوض. هنايا قبل ما نبدا لكم في الموضوع نتمنى ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك في القناه باش يوصل لكم كل جديد، وطبعا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم في هذا الموضوع، وإلا استفدتوا طبعا شاركوه مع الاصدقاء ديالكم. وباش ما نطولش عليكم اكثر ندخلوا مباشره في الموضوع. الوزيره خرجت بلايف قالت فيه ان البلاتفورم تفتحات، واول المستفيدين يعني اول الناس اللي تسجلوا راه واحد السيد من راشيديه حط الدوسي ديالو، وبطبيعه الحال غيستافد من الدعم. هنايا بطبيعه الحال المغاربه يعني هذه يومين راه البلاتفورم راها محلوله، يعني اللي بغى يستافد يوجد الدوسي ديالو ويمشي يدفعو. ولكن قبل ما تمشيو تدفعوا الدوسي ديالكم خاصكم تعرفوا واحد المعلومات هكذا باش ما تضيعوش دوك الوريقات وديك الجري والمجاريه على والو. اول حاجه نفهموا بعدا اشنا هو الدعم المخصص للسكن. يعني يا سيدي الا بغيتي تمشي تشري دار ب 30 مليون يعني عندك دعم من الدوله ب 10 المليون، يعني 30 مليون لتحت، يعني الدار الا كانت كتسوى 30 مليون لتحت عندك دعم ديال 10 ديال المليون من الدوله. الا كانت الدار اللي غادي تشري اكثر من 30 مليون عندك دعم من الدوله ديال 7 المليون. حتى لهنا راه حنا متفاهمين، وماشي تسمعوا الدعم وتقولوا راه كاع المغاربه غادي يستافدوا من هذا الدعم. لا، بطبيعه الحال الناس اللي خدامين ولا عندهم الامكانيات باش يشريوا الدار هما الناس اللي غادي يستافدوا من هذا الدعم. يعني الا عطاوك 10 ديال المليون راه خاص يكون عندك منين تجيب ديك 20 مليون الاخرى. وهنايا غادي ندخلوا في المسقي، وحلو معايا ودنيكم باش تعرفوا هاد المعلومات، وهاد المعلومات راه مهمه بزاف. الدار ديال 25 مليون ما دخلاش في هذا الدعم. يعني باش تفهموا معايا الناس اللي عندهم مثلا مشاو لقاو دار ب 25 مليون وبغاو يشريوها، بطبيعه الحال كنهضر على الديور ديال السكن الاقتصادي. يعني مشيتي لقيتي دار في السكن الاقتصادي ب 25 مليون وقلتي الله على راحه 15 مليون راه سهله انني ندبر فيها، وهاني 10 المليون غادي تعطيها ليا الدوله، وغادي تقول غادي نمشي نجمع الدوسي ديالي وغادي ندفع ليهم وغنقول لهم انا راه بغيت نشري في الاقتصادي وها هي 15 مليون زيدوني 10 المليون. لا سيدي، هاد الدار اللي بغيتي تشريها من السكن الاقتصادي ما دخلاش في الدعم، لان الدوله ديجا داعمه هادوك الديور ديال 25 مليون. يعني السكن الاقتصادي ما داخلش في هذا الدعم اللي كتهضر عليه الدوله. معلومه مهمه، الدار العدليه يعني اللي ما محفظاش ما غاديش تستافدوا من الدعم ديالها لان الدوله اصلا ما معترفاش بها. وهنايا المعلومه المهمه واللي ما غاديش تعجب اغلبيه ديال المغاربه هي ان الدار اللي مبنيه في 2023 يعني قبل من 2023 ما غاديش تاخدوا عليها الدعم. باش نشرح لكم مزيان، يعني نتايا مشيتي لقيتي واحد السيد بغيتي تشري من عنده الدار عجباتك، الدار محفظه مسائلها كلها ناضيين، قل من 30 مليون يعني تقريبا اولا ب 30 مليون غادي تاخد عليها واحد الدعم ديال 10 المليون. المهم مشيتي صايبتي الدوسي ديالك، مشيتي عند المؤسسات المعنيه ديتي لهم الدوسي، وهنايا قالوا لك الدوسي ديالك مرفوض. علاش اسيدي الدوسي ديالي مرفوض؟ هاد الدار كانت مبنيه قبل من 2023، يعني هاد الدار ما عليهاش الدعم. يعني وحاجه واحده اخرى اللي نزيدكم واحد المعلومه اللي مهمه، حتى الى الدار مبنيه في 2023 والبيرمي دابيتي ديالها تدار في 2022 راه ما داخلاش في الدعم. والصراحه هاد القضيه اللي زعما الصراحه ما عجبتنيش بزاف، لان اغلبيه المغاربه يعني اغلبيه الديور راه كتلقاهم مبنيين قبل، وتقدر تعجبك دار قبل مبنيه قبل من 2023 او لا المسائل ديالها كلها مناسباك، ولكن المشكل الوحيد اللي فيها ان البيرمي دابيتي ديالها كان في 2022، يعني مشكل اللي هو مشكل كبير.
وحاجه واحده اخرى اللي غادي نزيدكم واحد المعلومه اللي هي مهمه، ان اغلبيه ديال الديور اللي غادي نبغيو اننا نشريوهم، وهذا الثمن اللي كتشوفوا ديال 30 مليون خصوصا في المدن الكبار، الدار البيضاء، الرباط، طنجة، تطوان، المهم مراكش، المهم فاس شويه لانه فيها شويه المهم النواحي، يعني هادشي اغلبيه الناس غادي يبغيو يشريو غير في النواحي، ولكن هاد المدن الكبار راه الثمن فيهم غالي. يعني الثمن باش غادي تشري دار راه قليل فاش غتلقى الدار ديال 30 مليون باش غادي تستافد من ديك 10 المليون ديال الدعم. هادشي مازال مثلا عندك كاع لي كونديسيون مناسبين. المهم هذه من بين المعلومات اللي مهمه انكم تعرفوها، ان الديور اللي مبنيين في 2023 ولا قبل من 2023 والبيرمي دابيتي ديالهم كاين قبل من 2023 ما غاديش تستافدوا من الدعم على هاد الديور. يعني الا بغيتي تشري دار خاصها تكون مبنيه في 2023 والبيرمي دابيتي ديالها في 2023. واش فهمتوا معايا مزيان؟ نتمنى ان المعلومه تكون وصلتكم كامله. مشكل اخر اللي يمكن انه يواجه المغاربه، يعني ملي غادي تكون هادشي المسائل كلها كاينه والديور هاد الديور اللي بغيتو تشريو ولقيتهم انهم مناسبين لي كونديسيون ديالكم على المنطقه فين جاو ولا على الثمن ديالهم انه مناسبكم، وبغيتو تمشيو تشريو هاد الدار، غادي تلقاو انه اغلبيه الناس كيطلبوا منكم النوار. شكون اللي غادي يحمينا من هاد النوار؟ واش كاين شي قانون في الدوله غادي يحميك انك داك النوار ما يكونش؟ يعني اغلبيه الناس او لي بروموتور اللي غادي يبنيو في 2023 حنا عارفين اشنو غيديروا معانا. يعني اون فوا غادي تمشي عنده باش تشري من عنده الدار غيطلب منك النوار، وهنايا راه غيجزروك نيت مزيان، وهذا بطبيعه الحال مشكل كبير وخاصو فيديو خاص به. المهم هنايا باش نلخص لكم، يعني بغيتي تمشي تستافد من الدعم ديال الدوله ب10 المليون خاصك تكون الدار قل من 30 مليون، وإلا كنتي باغي تشري دار اكثر من 30 مليون غادي تستافد غير من 7 المليون ديال الدعم. بطبيعه الحال الدار خاصها ما تكونش في السكن الاقتصادي لانه هو ديجا عليه الدعم ما غاديش تدعمك فيه الدوله. وثالث حاجه خاص تكون الدار اللي غادي تشري او الشقه اللي غادي تشري تكون اول مره غادي تشريها، يعني ماشي ديجا شاري شي دار من قبل، يعني اول مره غادي تستافد باش تشري الدار. حاجه واحده اخرى، يعني الدار اللي كانت تبلانت قبل من 2023 راه ما عليهاش الدعم، يعني الديور اللي من بعد 2023 عليهم الدعم، ولو الا كان البيرمي دابيتي ديالها قبل من 2023 حتى هي ما عليهاش الدعم. كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومات كاملين، والا كانت عندي شي معلومات جديده بطبيعه الحال غادي نزيد ندير لكم فيديو باش تزيدوا تستافدوا اكثر. المهم هنايا بغيت غير انني نوصل الفكره للناس، يعني ماشي تمشي تجمع الدوسي ديالك وتضرب ديك التماره كامله ديال جري على الوراق، وفي الاخر ملي تمشي وتبغي انك تدفع باش تستافد غتلقى ضربتي ديك التماره كلها على والو. المهم هنايا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى انني تخليوا لي الاراء ديالكم وتعليق ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد. بسلامه.